عارفة إن بوسة بسيطة على شفايف الطفل ممكن تنقل له أمراض خطيرة؟ تابعي الفيديو للآخر عشان تعرفي ليه ممنوع تبوسي إيد طفلك أو تخلي أي حد يبوسه من بق. كتير من الأهالي بيعتبروا بوسة الطفل حب وحنان، بس الحقيقة إن الفم بيبقى مليان مليارات البكتيريا والفيروسات اللي ممكن تنقلوها للطفل الصغير اللي لسه يا عيني مناعته اكتملت. لما حد بيبوس الطفل من بقه ممكن ينقل له فيروس الهربس أو فيروسات تانية كتير أو بكتيريا كتير. وطبعا فيروس الهربس ده الترند اللي موجود دلوقتي ومعروف ومنتشر جدا الايام دي، وده بيسبب تقرحات مؤلمه حوالين الفم وجوه الفم، وممكن تنتشر لاماكن اخطر عند الرضع. نزلات البرد والانفلونزا، جهاز المناعه عند الطفل اللي لسه حديث الولاده بيبقى ضعيف، فده بيسبب له امراض كتير، التهاب المعده والامعاء وبكتيريا الاسنان. حتى لو اللي بيبوس مش مريض ممكن يبقى حامل للفيروس او الميكروب لكن مش باين عليه المرض، فالبكتيريا اللي موجوده عنده تسبب لطفلك تسوس اسنان مبكر. فخلي بالك لو الطفل حديث الولاده اي عدوى صغيره ممكن تسبب له مضاعفات خطيره، وحرام ان احنا نبدا ندي للاطفال الرضع حديث الولاده علاجات ومضادات حيويه من الاول، كده غلط على مناعه. ايه الحل؟ بوسي طفلك من ايده، راس، رجله، امنعي اي ضيف او قريب ان هو يبوسه من بقه حتى لو بحسن نيه. ولو ظهرت اي تقرحات او حراره بعد بوسه من حد لازم تراجعي طبيبك فورا. الحنان مش لازم يكون ببوسه في بق الطفل، الحنان الحقيقي انك تحميه. شاركي الفيديو ده مع كل ام واب محتاجين انهم يحافظوا على ابنهم من الامراض.